السلام عليكم. مثل ما شايفين 5-0. راح نحكي عن هالمباراة. طيب أول شي، هذا اللاعب هلأ وأنا عم سجل الفيديو برشلونة عم تلعب مع أتلتيكو بلباو. لاعب سجل وما شفت أكيد يعني سجل وعمل أسيست. لابد إنه عمل أسيست، لابد إنه هانز فليك منزله أساسي. طيب لاعب هذا أصوله السورية، من سوريا هو. بيلعب قبلها كان بيلعب بنادي كوبنهاجن الدنماركي. ب 2020 2021 عرض حاله هو عرض حاله انه يجي على هالمنتخب الزبالي وعلى اتحاد كرة القدم، على اتحاد كرة القدم، عفوا اتحاد الفاسدين. قاموا رفضوه، قالوا له ما بدنا اياك. فهو ما استسلم، قال خلص معلش، لعل الله يجازيني خير. وفعلا 2025 فجأة هيك نزل شي مثل الصاعقة، قال روني بالضجي لبرشلونة، وفعلا اجا ولساته ببرشلونة عم يتألق وعم بيسجل. طبعا هو اكيد ما راح للمنتخب السوري، شو بده يعمل بهالزبالة هذا؟ راح للمنتخب السويدي. تخيل يرعاك الله، تخيل. يعني وكان المفروض يلعب مع سوريا، لا راح على السويد. ليش ما لعب لسوريا؟ لأنه عندك ناس زبالة، عندك ناس حرامية، عندك ناس مفسدين، عندك لأنه عندك هذا المنقولي الحرامي الفاسد ابن الذين هذا، وعندك هذا الشبيح، هذا الشبيح، وهذول كمان. هذا فراس الطيط معهم. هو راس الأفعى بعد ما سقط أبو كلسون. اجا ورجعهم وقال لهم تعوا انتوا عندكم خبرة. طبعا مو عندهم خبرة بكرة القدم ولا بالرياضة، لا عندهم خبرة بالسرقات بالفساد. فلهيك خسرنا هذا اللاعب، لهيك. الله يلعنهم، واحد يقول للتاني. وبالنسبة لهالخسارة هي، عندك لاعبين مو لاعبين جايبهم من دوري الكازوز، دوري زبالة ما في لا ملاعب ولا شي. قال بده يواجه منتخب عندهم شغل، عندهم